بمجرد دخولك حي السيدة زينب هتلاقي نفسك ماشي ورا الريحة الحلوة اللي تجوع، وكأن المجداها بتندهك، ورجلك هتاخدك لأقدم مصمت في مصر وحي السيدة زينب، مصمت أبو السعود. المصمت اللي هو بيصنع فيه فواكه اللحوم 1920 المصمت دوت موجود، والشغلة خرجت من هنا. جد ابو السعود الكبير هو اللي عمل الشغلة دي. وانا عندي 13 سنة في الشغلة دي. حضرت هنا عمالقة، احتفلنا بالمئوية من قيمة سنة، احتفلنا بيها في استوديو النجوم عند ابو السعود. احلى حاجة الجودة والحنية، دي اللي بتميز ابو السعود، الجودة والحنية، لان المنتج ده كله ده بتاعنا احنا، محدش ولا يعرف يقلده ولا يعرف يجيب زيه، لان الحاجة كلها دي بتاعتنا، اللي هي الفشة والطحال والممبار ولحمة الراس. ده كان زمان. دلوقتي احنا طورنا بقى الدنيا، دخلنا الكبده ودخلنا الكفته ودخلنا السجق الشرقي ودخلنا الموزه، طورنا العصر الحديث. الفواكه يا اخوانا مش تفاح وموز بس، الفواكه اللي بجد يعني ممبار وفشه وطحال، ومعاهم حته لحمه راس بتتدلع في السمنه. يا سلام على الريحة. ده طلب مشكل صاروخ ابو السعود، ده بيبقى كوكتيل من كله، من كل اللي قدام مني، الطحال والفشه وممبار والكفته والكبده والحلويات واللحمه الحمراء ولحمه الراس واللسان. ده بيبقى مشكل صاروخ ابو السعود. يا سلام بقى على شوربة الكوارع اللي تدفي وتعمر النافوخ وتخلي العجوزة صبية. هنا في ابو السعود بيدلعها وبيعملها طاجن كمان. النهارده الزبون بيجي ياكل الكوارع شوربه، بيجي ياكل الكوارع مسلوقه، لكن النهارده ان الزبون يحطها تحطها له في طاجن وتعملها له بالبصل والعطاره وياكلها، دي لقينا عليها اقبال، فعشان كده خليناها طبق اساسي. من الحاجات المهمة اللي عرفناها من عم ابو السعود ان الاكلة دي مش بس مزاج الناس البسيطة، دي كمان ولاد الاغنياء بقى كيف عندهم ياكلوا لحمة الراس والفشة والممبار. وانا عندي بتاع 11-12 سنه كنت بخدم على لوني الشنب وشكري سرحان وسامي سرحان اخوه، كان هنا على طول. ناديه لطفي دي اتصورت مع الحاج فاروق ابو السعود رحمه الله عليه، اللي هو ابويا، اللي هو الاستاذ بقى بتاعي اللي علمني الشغله دي. انا حفظتها من اول السيناريو للاخراج للانتاج لكله. متعتي النهارده ان الزبون ياكل ويقوم يقول لي تسلم ايدك. احنا اكلتنا دي بعد الفول والطعميه وقبل الفول والطعميه، لان احنا الحمد لله مخلينها يعني في متناول الجميع. احنا شعارنا الحق، والزبون لازم ياخد حقه ويتراضى عند ابو السعود. اللي معاه 10 جنيه بياكل، اللي معاه 15 بياكل، اللي معاه 50 بياكل، اللي معاه 100 بياكل. لان ابويا الحمد لله رحمه الله عليه كان معودني حاجه، الزبون يخش عليك معاه فلوس معهوش فلوس اكله، واستنى من الكريم العوض، ما تستناش من البني ادم. فانا النهارده ماشي بالشعار ده، ان النهارده الدنيا يعني الزبون بيخش عليها ب 10 ماسك 10 جنيه، لا هاكله واديله كيس تورش واديله رغيف فاضي كمان، مش عشان حاجه، لا ده بالحب. مين فينا ما نفسهوش دلوقتي في ربع مشكل وطبق شوربة كوارع ملهلب؟ جوعتنا يا عم ابو السعود. تحية للشعب الاكيل وتحية تاني لابو السعود.